قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لك شو قاعد يصير؟ لك أنا مالك بيك الحزين ما عم بعرف لاقي حل؟ لك لازم لاقي الحل. عيني بالله هذا محظوظ. هاي أحلى أرجيلة لأحلى معلم صاحب أحلى محطة فضائية بالعالم. هات لشوف هات. تقل يا الفحمان، تقل الفحمان قد ما فيك. خير معلم شو صاير معك؟ شو صاير معي؟ لك اسألني شو مو اللي صاير معي؟ أنا من زحمة أرجيلتك بعرف إنه في شيء مو على بعضك، حافظك. نيالك يا درويش، نيالك شو بالك فاضي. الشغلة كبيرة. خير خير. اي والله، اي والله وكبيرة كثير يا درويش. احكي لي معلم، فضفض، بس ما يكون صاير معك شيء بالبيت. درويش اتركني بحالي، ها اتركني بحالي. إيه لا مالي تاركك، إذا ما أنا وقفت معك بهيك ظروف مين بده يوقف معك؟ لك معلم أنا لحم كتافي من خيرك. يا درويش، لك أنا حاسس حالي غلطت إني فتحت هالمحطة. لا يا معلم ليش هيك عم تحكي؟ لك أنا حطيت دم قلبي، حطيت كل شي معي بهالمحطة، وحاسس حالي رح أخسر كثير كثير. يا معلم الشغلة بدها صبر، إن شاء الله بعد منها تربح ملايين. يا ريت يا ريت يا درويش يا ريت، لك أنا رح جن رح جن. يا شو تجن؟ ولحنا شو بده يصير فينا من دونك؟ لك وأنا هذا اللي آكل همه، أنا آكل همكم شو رح يصير فيكم إذا وقفت هالمشروع. توقفوا؟ لا اوعى توقفوا، أنا ما صدقت أنت لقيت شغل، وقاعد هون مبسوط ومحلاني. أنت مبسوط؟ هذا المهم. أنت مبسوط وأنا معكر. أنا معكر، لك مالي خلق أعمل شيء، مالي خلق. قوم اجمع لي كل هالعالم، خليني شوف شو بدي ساوي، والله يجيب العواقب سليمة يا رب. يعني حدا منكم بيعرف شو سبب هالاجتماع هاد؟ زيكو؟ ليش عم تطلعي فيني كأني أنا اللي بعتت وراكي؟ لك لا، بس انتي اكثر حدا بيعرف شو ممكن يكون بده ملوكتي. عفواً؟ شو قصدك بهذا الشيء؟ يلا احكي فوراً ولا تضلي ساكتة اوعك. طولوا بالكم يا جماعة، يعني ما بيصير هيك. شو بكم؟ شو صار لكم؟ يا جماعة شو بكون؟ والله الخناق ما حلو، شو صاير لكم؟ ايه احكي معها، دغري بتعصب لسه ما حكيتها شي. لا حكيتي. ما حكيت. لا حكيتي. لا ما حكيت. افيا لك طولوا بالكم لشو العياط؟ والله عيب عليكم، شو ما تستوعبوا انتوا؟ اشربوا شاي حبيباتي، الوضع خطير. لك شوفي درويش شو القصة؟ درويش اوعك تقول انك ما بتعرف شيء، لانك انت من الصبح كنت عنده. تماما. درويش احكي بقى، انطق هالجوهرة اللي عيطلنا قلبنا، شو في؟ فعلا. هالمرة ايه في ابي يوقف الشغل. لا هدول لا كل مرة في هذا يوقف الشغل حبيبي. عجرني بيت ولا ما مصروفي ريحة شوفتكم. لك عود بقى سقيم. جاد اقعد يا قلبي اقعد. ماشي. يلا يا مالك، شبك الكل عم يستناك ويستنى قرارك. شو أعمل؟ أحسن شي بعمله روح لعنده وقول لهم على خطتي ولشوف شو ردة فعلهم. يا جماعة أنا قررت سلم المعدات وبيع الأجهزة. بدي سكر المحطة، خلص ما عاد بدي فضة سيرة. وليه؟ معناتها مزبوط يلي سمعناه. خير ليش شو في؟ يعني نحن قصرنا بشي؟ يعني ممكن تشرح لنا شو سبب هذا القرار المصيري والخطير؟ مالك بيك، بعتقد إنه نحن هون رفقات ومجموعة واحدة، وهذا القرار بده موافقة الكل. بالله شو؟ ليش أنا لما عم بدفع مصاري حضرتك عم تقلي تفضل يا أستاذ مالك خذ هي مني شوية مصاري؟ لا حبيبي ما حذرت، هذا القرار إلي وبس. يا ملك بيك يا حزين، يعني حضرتك لما عم تيجي وبتقلنا ما معك مصاري، نحن عم نطالبك شيء؟ والله كلياتنا بنحبك وحبابي. مو بس هيك، يلي عم نشتغل فيه هون اقل بكتير من باقي المحطات، وهذا لحاله يعتبر شراكه معك. ايوه يعني كلكن علي. تفضل يا انسه زكيه اقترحي لشوف شو بدي اعمل، شو بدي ساوي، يعني كيف لازم طور حالي. يا استاذ مالك، انت كل مره بتجي وبتقول نفس الكلام وبتهددنا انه بدك تسكر المحطه ولازم نطور حالنا ونحدث حالنا، يعني شو بدنا نعمل اكثر من هيك؟ تماما، يعني اذا في شيء براسك خبرنا. معلم طيب ليك انا عندي استعداد اشتغل اسبوع ببلاش، بس يستر عرضك لاسكر المحطه، والله بصفى بالشارع انا بتبهدل. ايه مالك بيك،
يعني بلكي منلاقي حل. ايه مالك؟ لا تسكر المشروع، لسه ما شاف النور، حرام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. شو قررت هلا؟ ايه شو قررت؟ اسمعوني منيح يا جماعة، الحكي اللي بدي اقوله ما راح اعيده مرة تانية. بدي اياكم تعملوا لي برنامج بس يطلع هيك تخلوا الكرة الأرضية كلها تتفرج عليه. شلون ما بعرف، بس بيهمني انه يصير هيك في حظر تجوال، العالم هيك كلها تستنى يعني هيك بالثانية ليطلع. غير هيك بدي سكر المحطة. ها وحياة عينك لأعمل لك إعداد لبرنامج بطير العقل، أنت بس أعطيني شوية وقت، أنا متأكدة إنه رح يعجبك. عمي هذا الحكي ما بفوت بمخي بنوب، معكم من هون لآخر النهار. شوفوا شو بيصير وخبروني. يا سيدي وضمن صلاحياتي راح اعمل لك احلى راس ارجيله بالعالم يا احلى معلم. ثواني بس. زيكو شو صار معك؟ زيكو شو صار معك؟ أنت شو صار معك؟ ما صار شيء جواد، ما صار شيء، كثير صعبة القصة، ما أنا سهلة بدون. ايه بس صار لك ساعتين هلكتي لجوجل، هلكتي مخك، لك هلكتيني معك، كل هذا بدها القصة؟ لك إيه كل هاد بدها القصة، شو مفكر القصة سهلة؟ عم لك كثير صعبة. طيب اسمعي، شو رأيك نعمل برنامج عن الفنانين؟ من كل عقلك، لك العالم ملت بلدك كلها فنانين، نص ممثلين ونص مطربين. صح، فيها وجهة نظر. طيب شو رأيك نعمل برنامج عن هموم الشباب وهمومهم؟ جواد وشو بدنا؟ لك ما ضل في شباب بالبلد، هذا اللي هاجر، هذا اللي بده يهاجر، هذا اللي غرق بالبحر، هذا اللي عم يعمل مدري شو لحتى اوكي، على فكرة انت اذا بتروحي على البحر اللي ذكرتيه بتنشفيه، فكري لحالك. جوادو كنت بدي اقترح عليك برنامج عن الحب من طرف واحد. تضربي انت وهالفكره؟ هلا هذا اللي طلع معك يا جادو؟ انت مو شريكي بالشغل ولازم تتعاون معي مشان نطلع فكرة مهمة لبرنامج. لك ايه بس ما عاد حدا حكى عن الحب. ليش في أحلى من الحب وسيرة الحب وظلم الحب؟ ايه ذكي. بعدين هذا الكلام اللي انت عم تحكيه ما بشوفيه غير بالمسلسلات والافلام، والاهم من هذا كلياته انه زيكو ما بتحب هاي الشغلات. جادو كل قصة بدك تتحشلي فيها زيكو، بعدين زيكو شو دخلها؟ هي عليها تخرج وبس. طيب شو رأيك نعمل برنامج مسابقات كتير ضخم؟ عاملينا. طيب شو بدنا نعمل؟ ايه والله شو بدنا نعمل؟ انا برأيي اسأل زيكو. اسألني إلي تفضلي. درويش بدي اياك تركز معي، انا بحاجه لإلك، بحاجه لمساعدتك، انت اكيد عندك اقتراحات وافكار لانه انت ابن الشارع. ايه لا لحظه، انا ابن شوارع؟ لك شو بدنا درويش؟ هلا انا هيك قصدي انه انت عندك خبره حياتيه اكثر، فايت بالاحياء الشعبيه اكثر، معاشر الناس وقصصهم الحياتيه واليوميه، لذلك درويش انت شو بتحضر؟ التلفزيون؟ ايه توم وجيري. غير توم وجيري. غرندايزر. لك غير شيء يعني برامج شو بتشوف؟ برامج؟ ايه انا بشوف برنامج هذا تبع الاثنين اللي هيك بيعملوا سهمين، هذا بيعيط على هذا وهذا بيعيط على هذا، وواحد بالنص عم بيزن براس هذا لحتى يتقاتلوا، بيتضاربوا وبيخلص برنامج. حلو درويش. لا برافو عليك، برافو. إيه معلش بس انا ما لي علاقه بالقصص هيك يعني. شبك درويش وزين، شو صار لك؟ وين راح مخك؟ ركز معي هلا، انت جبت لي هلا فكره برنامج كثير مهمه، انا بدي اعمل حوار ساخن بين شخصين، بس بدي اياهم يكونوا عن طريقك. عن طريق الاثنين؟ عن طريقي؟ ايه ممكن انا اطلع على التلفزيون بجيب مرتي وقتها. يستر على عرضك. لا عندنا برنامج. لا أيوة. مرتي لحظه. غير حدا. ايه اب مستو ام مستو، هدول جيراني فضيحه هدول كمان. زراف بيطيروا لعاب. درويش خبرني اهم شيء، وشهم فوتوجونيك؟ يا فكيك شو
أعزائي مشاهدي قناة اس ام الفضائية، برحب فيكم من جديد. أكيد كلياتنا بنحضر برامج حوارية على قنوات إخبارية، في منا معنا وفي منا ضدنا، وغالبا بتنتهي هاي اللقاءات بشجار، فشو رأيكم؟ الحقيقة أنا بالنسبة لي هذا الشيء بخجل، يعني على شو نحن عم نتخانق؟ هذا رأيه هيك وهذا رأيه هيك، ما بيصير عادي. صحيح. وحضرتك؟ أنا بالعكس برأيي الحوار شيء مهم عشان نوصل لحل. آخر شيء الحوار سيد الأحكام لنا. بالسياسة يعني هي صارت مع تبع اعلامي لبناني مع واحد من تبعات الجزيره اللي معاهم ضربوا. تفاهم ما حلوين. ما شفتهم ولا مرة تخانقوا بالمي. منطقي هذا الكلام، شكرا. وحضرتك؟ طبعا لازم كلياتنا نتحاور ونكون قد الحوار يعني، والحوار بالآخر هو الشيء اللي بده يوصلنا للحل. بلا حوار نحن ولا شيء وبلا حرية رأي. شكرا شكرا شكرا. وصل. وحضرتك؟ أنا برأيي كل واحد حر بوجهة نظره وما في داعي يعني، ما لهم فائدة. يعني هذا عم بيحاوروا على الفاضي، يعني ما على الفاضي. لأنه الحوار ما له للخناق ولا هو للتحدي، الحوار للالتقاء. البرامج الحواريه مثل الاتجاه المعاكس او غيره يعني يعني بيقللوا من قيمه الضيف اذا تهاجموا على بعضهم بالكاسات او بالشوكه او لا سمح الله يشلح صباطه ويضرب بالضيف اللي جنبه، يعني ما حبيتهم زياده. سخافه. مجاني فرنجين. سوريا ما في احسن من سوريا عبر التاريخ، الا اذا كان فيها يعني برنامج حوار يعني بتستفاد منه كثقافيا كعلميا، ما عندي مانع. لا ما بحبها. تمام تمام صحيح. مثل ما سمعنا أعزائي المشاهدين، كل حدا فينا عنده رأي بهيدي المواضيع. شو بكون انتم كأنه كثير لازقين فيني؟ خلص خلصنا، امشي. لك هذول أمستو معروفين عنا بالحارة، دائما خناق وعياط، لك قصصهم كلها عنا. حلو كتير هذا الحكي. خلص أنا بظبط القصة ولا يهمك. زيكو معلش أنا ما أطلع مع جاد اليوم. وليش بقى؟ يعني أنا خايفة تصير خناقة وما كل شيء ضرب روح فيها. خلي جاد لحاله، ما بدي. ايه ماشي مثل ما بدك. درويش انت متأكد انه هدول الناس ما رح يعذبوني ورح يفهموا علي؟ لك لا ما رح يعذبوكي، اساسا انا اقنعته، قلت له تعال تخانق عنا بالاستوديو احسن ما تصرع على راسنا بالحاره. برافو عليك كثير منيح. شباب انا رايحه اجهز الحلقه، اوكي؟ وأنا جاية أساعدك. بس ان شاء الله ما ياكل علي الكوميسيون. اب مستو جاهزين؟ 5 4 3 2 هوا. مشاهدين اهلا وسهلا فيكم في برنامجكم الحواري الراقي والرايق صد ورد. معنا لهي الحلقة اثنين متزوجين من أكثر من 15 سنة، وأهم محاور رح نناقشها هي محاور اقتصادية، إنسانية، عاطفية، وممكن سياسية. مرحب فيك أبو مستو. اهلا وسهلا. مرحب فيك مدام مستو. أهلا فيك، شكرا. سيد ابو مستو، الست ام مستو بتتهمك بانك عفايشي وفوضوي، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ هذا الكلام مردود عليها المجنونة. وينك عمي؟ أنا ليش اتجوزت؟ مو مشان اجي على بيتي ولاقي كل اموري جاهزة، اكلي وشربي واواعيي مكوية، ولازم تهتم فيني ولازم تدللني. بس وينك؟ الله وكيلك بتغار من اناقتي مرتي. شو قليق؟ عن جد. شو أناقتك؟
ما شاء الله ما شاء الله، وكان تنصاب بالعين من كتر ما انك انيق. شو حبيبي، شو حضرتك متجوز خدامه تركض وراك كل نهار وتلم وسخك؟ انا وسخ يا شرني؟ ولك انا انظف واحد بالحاره. امي كانت تقول لي انت ماما اكثر واحد نظيف بالحاره، بس انت احقر امراه شفتها بحياتي. فهمتي ولك؟ صدق المثل اللي قال شافت الخنفسه ابنها على الحيط قالت له تقبر قلبي مثل اللوليه بالخيط. ولك لا تجيبي سيره امي بكسر راسك ولك. طولوا بالكم يا جماعه، هذا حوار حضاري. ردي عليه ردي عليه مثله، لك ردي عليه. لك طبعا بدي رد، لك هذا ببعدك على الفاضي. بدي رد ورد، شو شايفني خايفه منك؟ ما حزنت. لك انا رجال غصب عنك وعن اهلك وليه؟ كلمة ثانية بطلعك على الهواء مباشرة. فو عليكي. الله حيو الله حيو، هذا حكي هاد. ولك طلع بحكي بالطلاق. كيف بتقبلي هاد الحكي يطلع على الهواء؟ امي بقى هدوا خلاص يا جماعه، الرجال بيعرف ياخذ كفايه. هاي اللي عم يعاني فيه اللي بنقليه. لك الحابر رد عليها بمسه، رد عليها ورجيها. ولك يا جماعه راسك والله. حوار حضاري، حوار. بهذا نختم برنامجنا الحواري الحضاري. الله لا يوفقكم يا ربي، الله لا يوفقكم، خربتوني بيتي. طول بالك معلم، كله بيتصلح. لك شو بده يتصلح ليتصلح؟ لك شو بده يتصلح ليتصلح؟ طول بالك يا مالك بيك، كله بيتصلح. بعدين والله مو عرفانه رح يساوي هيك، ان شاء الله ما تواخذوني. العمى بقلبك كده مخباط. لك وشي ما عم بحس فيه يا جماعه. عم تجعل ايه يا حبيب قلبي. خطرت لي فكره بتطير العقل ولازم نسجلها اليوم. لك فكرة شو تسجيل شو؟ لك مو شايف الاستوديو كيف قايم قاعد؟ لك مو شايف الكاميرا شلون خربانة؟ مشان الكاميرا لا تاكل هم مبدوب، انا رح ظبطها. هو بظبطها. شكرا خلص انا بستلمها عند المعلم مالك، هذا لا تخاف علي معي. يلا شباب يلا شوف مالك انا رح اطلعها. لا رجلي ما بحس فيه. لا اجي عنده. انت ضروري تطلع معي مشان المصداقيه. طيب حسنا هيا يلا درويش. شباب جاهزين؟ ايه فخيلي منيح ايه هيك. منيح. يلا جاهز. يلا جاهز يلا 5 4 3 2 هوا. أسعد الله أوقاتكم. بكل الحب والمحبة نلتقي، بكل الود والتسامح والرقي. في جملة مشهورة كتير صايرة عم بسمعها بين الناس: الخلاف لا يفسد للود قضية، واختلافنا لا يعني خلافنا، ولا لمصادرة وجهات النظر، ولا لإلغاء الآخر. طيب كل هدول وين؟ يلي عم نشوفه هو العكس. يعني للأسف وصلنا لمرحلة إنه كل واحد مفكر حاله هو الصح، وكل واحد بيقول إنه وجهة نظره هي الصحيحة. أنا ومن بعد الطوفان، وهالشي عم ينطبق علينا كلنا، يعني من العيلة للحارة للحي وصولاً للبلد كله. ونادراً ما نشوف أوجه الاتفاق بين مجموعة أو عائلة أو حتى رفقات. تخيلوا على مستوى الأكل عم بيصير خلاف. يعني ممكن بالبيت الواحد يكون في أخين والأم عم تطبخ طبخة بتلاقي الأولاد عم بيتخانقوا، واحد بيحبها بلحمة وواحد بيحبها بلا لحمة، والشاطر يلي بده يثبت للتاني إنه أكلته هي الأطيب. ومو بس هيك،
ممكن توصل الخناقة للضرب كرمال شي تافه. طيب مين المسؤول عن هذا الموضوع؟ ليش نحن ما تعلمنا بالمدارس شي اسمه ثقافة الحوار؟ أو يمكن تعلمناه بس مع نقطة، يعني ثقافة الخوار. الحوار شباب، الحوار مو الخوار. لا 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 لا، الخوار، أكيد الخوار. يعني إذا مشينا بالطريق وسيارة ما بعدت لسيارة كرمال تمرق، ممكن يطالع راسه الشوفير من الشباك ويبلش فيه سب للصبح، وأول كلمة بيقول له إياها منشفره ما في مشكلة. وإذا فتنا على شي بناية ولقينا واحد مشغل موتور المي ما بيطفيه حتى لو تعبوا خزاناته، وجاره قاعد بلا مي وعم بيشتريها شري، ولما بيطلع وبيطلب منه انه يطفيه بيطلع عليه بالعالي وبيقول له طب معلم هذا موتوري وانا حر فيه. ببلشوا يتخانقوا على انه مو صح اللي عم بيصير حتى توصل للضرب. واذا رحنا لنحضر شي مباراة بين فريقين وخسر شي فريق ما بيقبل، واذا الفرق بين بعضها ما تخانقت بتلاقي المشجعين هن اللي صاروا يتخانقوا، وكل واحد بده يثبت للتاني انه فريقه هو صح، ولما بيعجزوا عن اقناع بعض توصل للضرب والخناق وشد الشعر كمان. وكل ما الثقافة عم تتطور وتكبر، ويا بتقبل برأيي يا بضربك وبتضربني، ويا عيب الشوم علينا ويصرنا، وكله كرمال نقطة واحدة. يعني بدل ثقافة الحوار حولنا نحن بإيدينا لثقافة الخوار. هي الثقافة يلي ضيعت جيل شباب، وعلى الأكيد ضيعت بلاد. لهون وحاج، دمتم بخير وإلى اللقاء. إلى اللقاء. 5 4 3 2 تم ترم ترررام تم ترم ترررام تم ترم ترررام تم ترم ترررام. ومنين يجينا الشكن من اختلاف الزمن، ومنين يجينا الهوى من اختلاف. لا يا جماعة هذا الحكي ما طبيعي ابنه. لحظة زيكو عم صورك. جاد هلا وقت سألتك زيكو شو بكي؟ ليش معصبة يا قلبي؟ شوفي لك ماني معصبة. لحظة ليه يا زمن ما سبتنا أغنياء. يا جماعة بتقروا أسعار الخضرة بالجريدة شي، بتنزلوا على السوق بتلاقوا غير شي. زيكو طنشي ما حدا سائل. لك شو طنشي؟ القصة ما وقفت هون يا جماعة، الفروقات كتير كبيرة، أسعار خيالية. مو معقول، الله يعين العالم. فعلا كل ما الامور لورا. انا كثير معك بهي الملاحظه زيكو، يعني انا عم بنزل على هالسوق عم بكتشف انه الاسعار متضاعفه 4-5 اضعاف كثير. يا جماعة. نعم. ارتفع الدولار. هي الجملة راح تجنني. لك يا جماعة شو هالجملة الغريبة العجيبة يلي ما كنت افهمها؟ شو دخل سعر جرزة البقدونس ولا الكزبرة ولا كيلو البندورة بسعر الدولار؟ حتى كل ما ارتفع الدولار بيرتفع سعرهم. ولا أسعار الميك اب والثياب يا زيكو كتير واوا. وماسكين لي جملة إنه هي البضاعة أجنبية سعرها بالدولار ومنجيبها بالدولار، وحبيبنا الدولار كل يوم بنطله نطة، واللي بيقهرك واللي بيحرق لك قلبك من جوا إنه كل البضاعة وطنية وما لها علاقة بالدولار. لك يا ننوسة لسه انت عم تحكي بالميك اب؟ يعني هي الشغله الوحده بتقدر تخفف منها لانه ما شاء الله عليها حلوه، يعني مو بحاجه ميك اب. بس في شغلات يعني الواحد ما في يعيش بلاها، المواصلات، التكاسي، المكاري. لك انا كنت لف الشام كلها ب 150 ليره، اليوم بتطلع مع شوفير التاكسي بتمشي خطوتين لازم تبيع كبدك لحتى تعطيه الاجره. لا مو بس هيك، لسه ما حكينا بالحواضر واللحمه والخبز عفوا انا قلت لحمه؟ ولك يا حسرتي على الفقير والمعتر اللي ما عاد فوت لحمه غير بالمناسبات السعيده فقط، وقال بيقولوا لي دولار. لك كذبه كله كذبه. فعلا كذبه كبيره كثير، مشان هالمسؤولين والتجار يكبروا لي كروشتون ويزيدوا لي مصاريهم. هذا نحن لحالنا أفراد عايشين فرادى،
كيف اللي عنده 3-4 أولاد شو بيعمل بحاله؟ لك يا جماعة هاد غير سعر الدواء، والله العظيم صرت خاف أمرض مشان ما أروح أعلق بمتاهة الدكتور، والدواء الأجنبي والدواء الوطني وهاد موجود وهاد مفقود، وبين هاد وهداك بكون حطيت هديك الحسبة. وعلى فكرة ملاحظة، مو نحن يلي عم نحكي بهي السيرة، العالم كله عم يحكي بسيرة الدولار، طلع الدولار، نزل الدولار، بورصة، ولي خسرت لأنه الدولار، حاجة بقى. فعلا لك يا جماعة الواحد ما عاد فكر بشي غير يأمن أكله وشربه. على سيرة الأكل والشرب، وينه درويش؟ ما حدا صب لنا القهوة اليوم؟ قول لحالي ليش مطقصق حلقي. درويش لا بقى تصرخ، ما هون على أنه ناديت له ما رد علي. أنا عايمة أشوفه. قالوا الزمن دنيا غريبة وغرورة. الله على السقالة. وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر ويله ألف صورة. وقلنا ما يقدر علي خيره لغيره. يا سلام، من اجمل ما سمعت في حياتي. لهوي ننوس، لهوي وينها؟ حرام عينك. الشعب ما بيجي غير بالعياط. ولا يهمك استاذ، ولا يهمك اذونات العمل كلها رح تندفع بمواعيدها. لا يا استاذ لا، تربايتكم نحن يعني ما في بالعاده. طيب بتأمر امر يا استاذ، نتأمل تشريفكم. نتأمل تشريفكم. امرك، الله معك، مع السلامة. العمى بعيونكم ما بتشبعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما في غير عم يطلع ذبحني الدرج، ذبحني. شو بده يوصل لل1000 يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك هذا درويش وينه مبين؟ درويش! لك يا درويش! تفضل. يعطيك العافية أستاذ. أهلين زيك، والله يعافيكي. خير إن شاء الله. شبك أستاذ كأنك مو على بعضك؟ قال شبك قال؟ لك مو شايف الدرج كل ماله عم يطلع وبتقلي لي شبك؟ إيه بدك طول بالك أستاذ، يعني ما بيسوى مشان صحتك. لك لك زيكو خليها لله، بلا صحتي بلا بطيخ. لك انت نسيانه انه نص المعدات عندي بالاجار، كل ما عم يطلع الدولار بكره بيجي استاذ بدنا نزيد اجار المعدات. لك من وين بدي لاقيها ولا من وين؟ قال صحتك قالوا يلا استاذ بسيطة، يعني الناس كلها حالها من بعضها. شو كنت بدي اقول لك؟ كأني سمعتك عم تنادي درويش، وين مختفي؟ لأني دورت عليه وما لقيته، أبصر وينه؟ يعني ما لقيتيه؟ لك وين راح؟ بس بدي افهم وين راح؟ ما بعرف، أبصر يا معلم وين مختفي، لأني دورت عليه وما لقيته، أبصر شو القصة. لك شو هالحكي هذا؟ لعم حتى أنا اليوم جاب لي الأرجيلة وحمل حاله ومشي ما عاد شفته. لك تخيلي أنا عم حط النار بإيدي. بعد شو؟ مو مشكلة زيكو، احملي حالك أنت وروحي. هلا أنا بالحياة، هلا أنا بشوف شو الموضوع. روحي. إيه علي بخاطرك أستاذ. لسه درويش راح بيجوا لعند مالك، درويش اجا بيجوا لعند مالك. روحوا. هلا انتوا عن جد مصدقين انه عنا ازمه بالغاز والمازوت وهي الاشياء؟ لك طبعا مصدقين لك يا ننوس، شو هالحكي؟ هذاك اليوم رحت لعميد معذور، مرقت على كل كازيات البلد ما في، ولقيت وحده قدامي 400 زلمه وعم بيقولوا لك ما في مازوت. شفت انه الازمه لا بالغاز ولا بالبنزين ولا بالمازوت، الازمه فينا نحن. دي قداح فيها وجهة نظر. جميل الكلام فعلا. مرحبا يا جماعة. مالك بيك يا حبيبي؟ شو لسه ما بين درويش؟ عم ننادي له من الصبح ما عم يرد علينا لانه كله مهم. لك وانا من الصبح قلت له روح ساوي لي الارجيله وتعال، ما ببطلها العاده، راح ما عاد بين. احمق ارعن. ليكو رن. ما عم يسمع هالدرويش. السلام عليكم يا جماعة. السلام ورحمة الله. الله لا يعطيك العافية، ما ترد على موبايلها. وين كان ولا؟ استاذ مبينه عم بيجيب غاز. طيب احكي، قول انطق بقى، غليت قلبنا عليك. ولا انت ما عاد بدك تفهم؟ ليش ما عم ترد على موبايلك؟ شلون بدي ارد على موبايلي وانا حامل هالتعتولة هي على كتفي وركضت فيها من قرن لقرن حتى اجيب لكم غاز؟ عن جد عم بتجيب غاز؟ ولعية درويش، يعني اخيرا عبيت غاز؟ منين يا حسرة؟ ولا مركز عنده غاز، جننوني. ولي بعد هالغياب كله اجيت بلا غاز؟
إيه مرقت على المراكز كلياتها، كل مركز عليه 500 مرة ورجال. منين بتجيب لك غاز؟ ما في غاز، ما في. ولسه بتقولي لي ما في أزمة يا أنسة نانسي؟ معقول؟ والله يا حبيباتي بدكم تقضوها اليوم شرب مي. صحيح معلم؟ انت اليوم ما في ارجيله؟ لا بحياة اختك، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ لا حبيبي لا، قلنا لكم بالاساس كل شيء اللي ارجيلتي، بتنط بتنزل لي على سوق الكهرباء، بتشتري لي سخانه من رخاصها، من رخاص درويش، وبتحط لي عليها الفحمات. يلا حبيبي يلا، قال ما في ارجيله، قال والله شيء حلو. حاضر. وهي احلى كاسه شاي لاحلى معلم صاحب احسن محطه فضائيه. يا سلامو، شفت لك درويش، شفت؟ هاي حليت لك قصه الغاز انا. لو من اول قايل لي يعني ما كنت خليتك تعذب هالعذاب كله، علي الحلال طعمه الارجيله فارقه معي لانه سخانه. يا والله طلعت روحي انه هالقنينه، انا عارفان انه هيك رح يصير فيني لاطش من قرن لقرنه، يخرب بيتهم، لو عم دور على ذهب مو هيك. لك خليها لله، لك هي قصة الغاز بسيطة، لك بسيطة كثير قدام اللي عم يصير معي لك درويش. ليش شو عم يصير معك معلم؟ لك لا ولك شو دخلك انت؟ شو عم يصير؟ روح من وشي على شغلك. حاضر. ما صار في غيرك والله يسألني شو عم يصير معك وشو ما عم يصير معهم، أحلى شيء والله، لو أنا برد عليه مثل الأجدع. غاز غاز لعبوا لعبوا غاز والله صوت طيار غاز. غاز غاز قلنا نانوس بدي اياك تكوني شفافة معه بكل الأسئلة، شوي شوي بتجرجريه بتخليه يحكي كل شيء. طيب زيكو بركي ما حكى، في ناس بتخاف. شو على كيفه ما يحكي؟ ليش جبنا ودفعنا له مصاري مو مشان يبيع كل شيء؟ بعدين قديش ظريف يكون موضوع الحلقة بهالوقت هذا تحديدا عن الغاز. والله برافو عليكي يا زيكو. يا جماعه هذا بياع الغاز طاش حجر وبلش يبوسها. شو؟ ليش ما قلت له بده يطلع على التلفزيون؟ لك قلت له بس كمان زلمه بده يسترزق. يلا يلا جاي اعمل معه اللقاء انا. يلا وانا حجيب المصور وخليه يجي يصور كل شيء بسرعه. جاهز عمو ابو موفق للتصوير؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا بنتي صار لي ساعة أنا جاهز، بس أنتم مالكم جاهزين. بدي أسألك هي العطلة على مين؟ يا عمو ابو موفق، انت مو بعت كل الاناني المليانه اللي معك بالسياره؟ بسم الله، بس هي مبلا بعتون ومو رح ندفع لك حق هي المقابله، على شو مستعجل؟ على شو مستعجل؟ مستعجل بدي اروح لحق اعبي السيارة مرة ثانية ناني، بدي بيعون. عصام كاميرا واحد، نحن عم نسجل كل شيء، اوعك يحس عليك ها؟ قلتك بتزبط؟ ايه بتزبط، انا بنتجها وبظبطها، ما في شيء ما بيزبط. مبلا في كثير شغلات ما عم تزبط على فكره. خلينا نشوف المهمات شو بده يحكي ابو موفق. نانوس نحن عم نسجل كل شيء، ركزي معه انت. طيب
عمو أبو موفق، نعم. بما أنك بائع غاز، أنت ليش بتقدر تلاقي 300 قنينة غاز شو مليانة والمواطن ما بيقدر يلاقي قنينة واحدة؟ لك يا بنتي، شو بدك بهيك سؤال؟ هذا السؤال كبير عليكي. أنا أحكي لك القصة كلها بالكامل، بس يستر عرضك اوعي تكوني عم تسجلي. ها؟ لا 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 لا، ما عم نسجل، خذ راحتك عمو. يا ستي، هدول أصحاب مراكز توزيع الغاز هن بيخبوا الأناني عندهم وبيقولوا إنه ما في غاز، بيعطوا لنا خبر مشان نبيع الأناني الغاز بسعر ضعف سعرهم. هي القصة كلها. بتقوموا انتو بتبيعوها للمواطن بدبل حقها؟ عدم مؤاخذة، الدوارة والفتيلة حقها مصاري، مو هيك؟ يعني فينا نقول انه ما في أزمة غاز؟ أزمة؟ ما في أزمة، الناس هي اللي بتعمل الأزمة. خلينا نعمل مقابلة ونمشي بقى. طيب عمو، بس آخر سؤال ورح نبلش اللقاء. تفضلي اسألي، الله يمضيها نهار على خير يا رب. يعني صحيح عمو في شي اسمه تجار أزمة وبالذات الغاز؟ هو أكتر منهم ما في، الله يخلصنا منهم على أهون سبب. هدول هن اللي بيعملوا أزمة الغاز، بيجيبوا الغاز وبيخبوه وبيقولوا إنه ما في غاز، ومن المواطن شو بيصير فيه؟ بيدفع دبل حقها مرتين. وفي شغلة أخطر من هيك، إنه الناس هي اللي بتعمل أزمة. لما بيسمعوا إنه ما في غاز شو بيساووا؟ بيروح بيحمل حاله على مركز الغاز، بدال ما ياخد قنينة بياخد 3 أناني. آخ، مو بس الناس، أصحاب المطاعم ومحلات الأكل هدول عندهم استعداد يدفعوا حق القنينة 5 أضعافها، المهم ما ينطعوا. الله يفرجها عمي، الله يفرجها على الجميع. بالفعل عمي، الله يفرجها. يلا عمي، مطولين بهاللقاء، بدي روح السبب، خلصيني بقى. جاهزين شباب للتسجيل؟ اوكي. ايه طبعا رح نسجل فورا. جاهز عمو ابو موفق؟ يلا جهز حالك رح نبلش. يلا 5 4 3 2 هوا. أعزائي المشاهدين، مساء الخير. بالسيارة قاعد اشوفها هوا بالفايف وبالفور. هذا عمي 5 4 3 بياع غاز. لكن المهم سجلنا له. يا عمو. إنه صار يدفع مصاريف أكثر الشخص. نار. صغير الدولار بتغلى الليرة، ترتفع يعني. الدولار انا والله ما بتعامل معه، بس انا بسمع انه صار من الحروب القاسيه. الدولار بالنسبة إلنا لحياتنا اليومية، طبعا اللي بده يسافر له حدا برا، اللي عنده بده يستورد بضاعة هذا بيهمه الدولار. بالاسعار بالكل صار كله التاجر، بتروح لعند لك شيء جرزة بقدونس بيقول لك الدولار بكذا. للأسف لأنه ما في ضوابط، لأنه جرزة البقدونس ما لها علاقة بالدولار. ربى عم بيطالعها، المطر من عند الله وهي موجودة بالأرض. وين الدولار؟ وين علاقة الدولار بجرزة البقدونس؟ طيب شو دخلني انا بالدولار؟ انا عايش بالعملة السورية، شو دخلني بالاخضر؟ والله هذول محتالين، هذول محتالين، يعني ما بصير شو نحن عايشين بامريكا نحن. اما نحن كمواطنين عايشين ما بيعني لنا شيء، نحن بناكل من ارضنا وبنشرب من ميتنا وبنشتغل ببلادنا، واللي بناخذه بكفينا وبيزيد، مو نعمل دولار عقدي ونقيس كل شيء بالدولار. هذا نحن الحمد بخير، عسى بخير، بدكم سوريا بخير ان شاء الله.
يا جماعة الموضوع طلع بزحل العقل. بلا مظبوط. وهي احلى كاسه شاي من احلى قنينه غاز جديده. أحلى دبش عمي. بعدين يا شباب انتبهتوا انه ابو موفق بياع الغاز ما حس انه عم نسجل له؟ إيه، طبعا انا وعم منتج اللقاء حضرته فريم. ابو موفق عم يحكي مرتاح ولا كانه خايف من شيء. بس يا خوفي لما ينعرض الريبورتاج يساوي لنا شي مشكله بالمحطه. لك شو هالحكي هاد؟ شو بده يصير؟ يا جماعة نحن لازم نحكي بكل صغيرة وكبيرة، وحتى الحكومة حتى الحكومة لازم يكون عندها علم بكل شيء. صح 100%. انا بتفق معك يا مالك بيك. بس يا جماعه نحن ما تاخرنا على الهوا. ايه والله مزبوط. شباب اشربوا الشاي وامشي جواد على الكنترول. يلا حبيبي يلا حبيباتي يلا على الشغل. يلا خليك مالك. كنترول. خليك. جاد ما جاد. لحظه. نعم هوا حبيبي. يلا رايح اكل على الهوا. يلا حبيبي يلا. وانت درويش وانت شايفك واقف. إيه، روح حرك لي حالك روح على الشغل. واقف عم يتصفن فيني. يلا رايح. خلاص بلا غلاظة. والله كلكم مضاريب، والله ما عندي حدا بهالمحطة غير مضروب. يا جماعة قامطني قلبي من حلقة اليوم. قطعوا الصوت الكل. 5 4 3 2 ها كهرباء، مي، غاز، مازوت، بنزين، دولار، خبز، امان، اجار. مي، كهرباء، مازوت، غاز، دولار، خبز، اجار، بنزين، امان، دولار، غاز، بنزين، خبز، امان، اجار، مازوت، كهرباء، مي، غاز، غازوت، بنزين، دولار، امان، اجار، خبز. اصعب شي صاير بهالايام انه مثلا يكون عندك ضيوف بالبيت، اجوا لعندك فجأة لا احم ولا دستور، وبدك تقوم تعمل لهم فنجان قهوة او كاسة شاي، وفجأة بتلاقي انه ما عندك غاز، يعني قنينة الغاز فاضية، وهون رح يرتفع معك ضغط الدم ويمكن السكري، وتضطر تاخذ حباية تحت اللسان، هي إذا ما صار معك فالج. طبعا هذا الشي كله مو لأنه خالص من عندك الغاز، هالشي كله لأنه رح تفكر مباشرة إنه منين بدك تجيب غاز وكيف رح تحمل القنينة وتدور فيها، ووزن القنينة لحاله شي 25 كيلو وهي فاضية. بتقول لحالك يلا بلا غاز منسويها على السخانة، ولسه ما بتحط بريق الشاي تطفي الكهرباء. ليش؟ لأنه التقنين ما له موعد ويا دوب الكهرباء عم تجي. وإذا الدنيا بالشتاء لا حدا يقول لي بنعمل الشاي أو القهوة على الصوبيا، لأنه أكيد مازوت كمان ما في. وهيك انقطعت أسباب عمل كاسة الشاي أو فنجان القهوة، بل وباتت مستحيلة في ظل انتهاء قنينة الغاز. طيب ليش؟ وكيف؟ ومين؟ ليش ما في غاز؟ ما في مازوت، ما في محروقات، ما في خبز، ما في وما في وما في. كيف في ناس عندها غاز وعندها مازوت وعندها بنزين وعندها خبز وعندها كل شيء وما بينقطع من عندهم شيء؟ مين ورا هالشي؟ ومين المسؤول عن هالشي؟ ومين اللي رح يجاوبنا على هالشي؟ أسئلة كتيرة وبنهاياتها إشارات استفهام كتيرة. باختصار هو الناموس. ايه الناموس. إذا رح فكركن للناموس الحشرة يلي شغلتها تمص الدم فمعكن حق. وهيك صاير فينا، إنه في ناس شغلتها بهاي الحياة تتحول لناموسة وتمص بدم هالشعب بلا رحمة وبلا توقف. وإذا راح مخكن للناموس اللي هو بمعنى الأخلاق والمبادئ والقيم، ففعلا في ناس بهالحياة بلا ناموس، يعني بلا أخلاق وبلا مبادئ وبلا قيم، وعلى قولة ستي ما فيهم بايقة، وكل واحد اللهم أسألك نفسي وكل يغني على ليلاه. وحلقتنا لهذا اليوم انتهت وأسأل الله أن تنتهي على خير، وخصوصا بعد كل الذي قدمناه. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء. ستوب. برافو شباب يعطيكم العافية. هاد حكي بينحكى، شي بفشل خلق. لك شو خلق ما خلق؟ اقسم بالله انا قلبي قامطني. ليه كبسة جواد؟ كبسة يا ريت كل يوم تجي كبسة. ما في شيء، جماعة بيت خالتكم جايين يشربوا عندنا فنجان قهوة. الله ستر في غاز.